وده طرح صيني عميق جدا، متأثر بالثقافة الجماعية وبفكرة إن الفرد مش محور الكون، إن الفرد جزء من حركة أكبر، من سياق اجتماعي واقتصادي، وإن معاناته مش فريدة، وإن شعوره بالوحدة مفهوم لكن مش مبرر للانسحاب من الحياة. الرواية دي بتخاطب القارئ من غير ما تدلعه، من غير ما تقوله أنت مميز، بالعكس بتقولك أنت مش مميز بس ده مش عيب. ودي جملة لوحدها كفيلة إنها تهد نص كتب التنمية البشرية، لأن أغلب الناس بتتعب من فكرة إنها لازم تبقى مميزة علشان تستحق الحياة. لايف بتقولك لأ، أنت تستحق الحياة علشانك إنسان مش علشان إنجازك، وده طرح أخلاقي نادر جدا في الأدب الحديث. الرواية كمان بتعري فكرة العلاقات. العلاقات هنا مش رومانسية، مش دافية، العلاقات عملية محدودة، فيها مصلحة، فيها تعب، فيها انسحاب. مفيش حب منقذ، مفيش شخص بيجي يمسك إيدك ويطلعك من المستنقع، كل واحد شايل نفسه بالعافية. وده واقعي جدا، لأن في المجتمعات الفقيرة الناس مش أشرار لكنهم مشغولين بالبقاء، وده بيخلي التعاطف رفاهية. الرواية ما بتدينش الناس لكنها بتفهمهم، بتقولك مش كل اللي سابك خاين، بعضهم تعبان زيك. ودي نظرة إنسانية عالية جدا، لأنها بتشيل فكرة الشر المطلق وتحط مكانها فكرة العجز، العجز الاجتماعي، العجز الاقتصادي، العجز النفسي. لايف مش رواية يأس لكنها رواية بدون أوهام، ودي أخطر حاجة، لأن الوهم مريح والحقيقة تقيلة. الرواية بتطلب منك شجاعة، مش إنك تحلم لكن إنك تشوف نفسك وتشوف الدنيا وتشوف الناس وتشوف موقعك الحقيقي، من غير ما تزيف الصورة، من غير ما تعمل لنفسك قصة بطولية مزيفة. في الآخر لايف بتسيبك مع سؤال بسيط جدا ومخيف: لو النجاح مش مضمون، ولو العدل مش مضمون، ولو الحب مش مضمون، إيه اللي يخلي الحياة تستحق؟ والإجابة الضمنية في الرواية هي لأنك عايش، لأنك لسه هنا، لأنك لسه بتتنفس، لأنك لسه قادر تختار إنك ما تبقاش أسوأ نسخة من نفسك، لأنك لسه قادر تحافظ على خط رفيع بينك وبين السقوط الأخلاقي. وده في حد ذاته معنى هادي، مش صاخب، مش قابل للتسويق، بس حقيقي. الرواية دي لو قريتها وانت بتدور على أمل سهل هتزعل، ولو قريتها وانت مستعد تواجه الحياة زي ما هي هتطلع أوعى، مش أسعد لكن أوعى، أهدى، أقل غضباً، أقل لوماً. الرواية بتعلمك إنك ما تاخدش الدنيا على إنها صفقة، لأن الصفقة غالباً خسرانة. خدها على إنها طريق طويل مليان مطبات، مش كل اللي يمشيه يوصل، بس كل اللي ما يمشيهوش بيقع. وفي النهاية لايف مش بتقولك خليك قوي، هي بتقولك خليك صادق.